السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهارده معانا هنشرح ازاي انا احول الاسم الذي لا يعد الى اسم يعد. ازاي هو ينفع ان انا احول من اسم لا يعد لاسم يعد؟ ينفع. طب ازاي يا مس؟ عادي جدا ان احنا بنضيف له بعض الالفاظ اللي هي بتحول من اسم لا يعد لاسم يعد. طب زي مثلا عندي كلمة were مية، انا دلوقتي المية اسم لا يعد، ازاي احولها بقى؟ ان انا هضيف لها مثلا، عايزه اقول مثلا ايه two glasses ماشي of were، يعني عايزه ايه؟ كوبايتين من الميه. طب ايه تاني ممكن اقول له؟ 3 تمام bottles of were برضه، يعني ازازتين من الميه. يبقى انا عندي في حاله الاسم الذي لا يعد حولته باسم الذي ايه؟ بالاسم يعد، ان انا ضفت له مثلا عايزه كوبايتين، عايزه ازازتين. اوكي طيب عندي مثلا زي كلمه كوفي، طب انا استخدمها ازاي من اسم لا يعد لاسم يعد؟ ان انا برضو اضيف لها لفظ من الالفاظ زي مثلا كلمه a cup الحمد لله حتى قبل ما تصحى ما تحب. هو مفيش خالص. نعم. اقوله من الاول؟ قولي من ساعة ما وقفتي. ماشي. تمام، فانا عايزه استخدم لها الكوفي، الفنجان القهوه. ممكن احط ايه؟ a cup of coffee، انا حولتها من اسم لا يعد لاسم ايه؟ يعد. طب لو انا مثلا بتكلم عن الشاي، طب انا هستخدمه الشاي دلوقتي اسم لا يعد، ازاي احول الاسم يعد؟ ان انا هقول مثلا a glass كوبايه شاي، a glass of tea. يبقى انا كده استخدمت له ايه؟ اسم، حولته لاسم ايه؟ يعد. طب بلاش جلاس، هقول مثلا a cup of tea، فنجان من الشاي. يبقى انا عندي water، اوكي حولتها glass of water، 3 bottles of water، coffee a cup of coffee، tea glass of ايه؟ tea او a cup of tea. طب شوفوا معايا برضو بعض الكلمات. دلوقتي معايا مثلا رز، رايس. طب الرز ده لا ايه؟ لا يعد، عايزه احوله لاسم يعد، هقول ايه؟ a kilo of rice، كيلو من الرز. او ممكن نقول له a bag of rice، شنطة ايه؟ رز. اوكي طيب milk، طب الميلك مثلا ممكن نستخدم له a glasses of milk، يعني ازازة، كوباية من اللبن، او a bottle ازازة of milk، ازازة لبن، يا كوباية لبن يا ازازة لبن. طب عندي كلمة سوب برضو من الاسماء التي لا تعد، هحولها لاسم يعد باستخدام مثلا اقول له ايه؟ a bowl of soup، طبق من الشوربة.
اوكي، او بوله من الايه، من الشرب. تمام، بوله شرب. اوكي، طيب تعالوا نشوف هنا مثلا عندي كلمه مثلا لحمه من الاسماء التي لا تعد، انا عايزه استخدمها الاسم يعد، هضيف لها كلمه a kilo of meat، كيلو لحمه، او a slice of meat، قطعه لحمه. قطعه ايه؟ لحمه. يبقى انا استخدمت لها كلمه كيلو او كلمه سلايس. طب عندي كلمه شوجر يعني سكر. طب انا عايزه هضيف لها احولها لاسم يعد، هقول a spoon of sugar، معلقه سكر. معلقه ايه؟ سكر. تمام كده. يبقى انا عندي بعض الكلمات التي ينفع ان انا احولها من الاسم الذي لا يعد للاسم الذي يعد، ان انا اضيف لها مثلا كيلو، اضيف لها سلايز، اضيف لها سبون، اضيف لها جلاسز، اضيف لها مثلا كب. كل الاسماء التجزئه ديت ماشي هتحول لي من الاسم الذي لا يعد الى الاسم الذي يعد. اتمنى ان يكون الفيديو سهل وسريع، واكون فهمتكم او بدات اوضح لكم ازاي نحول من الاسم الذي لا يعد للاسم الذي يعد. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك على القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جود باي.